دايما اي عميل بيشرفنا في اسيليت هوم بنسأله سؤال واضح وصريح: انت محتاج دمبل ثابت ولا دمبل فك وتركيب؟ في الفيديو ده هنعرض لحضراتكم الفرق ما بين الثابت والفك وتركيب. اول واهم منتج عندنا من الدمبل الفك وتركيب هي شنط الاوزان. ميزتها ان انت بعد ما بتخلص تمرين طبعا تقدر تقفل الشنطة وتتحرك بالاوزان بتاعتك او تجمعهم، بس من عيوبها ان الشنط بتبقى بلاستيك، فاحنا بنعرض لحضراتكم ان لا قدر الله ممكن الشنط يصيبها بعض الكسور في الشحن وانت بتتحرك بيها. طيب يعني ايه دمبل فك وتركيب؟ دمبل فك وتركيب انك انت بتاخد الطاره وبتحطها في اليد بتاعه البار وبتحدد الوزن اللي انت هتشيله. البار الصغير ده وزنه كيلو ونص، الطاره دي نص كيلو، والطاره الاكبر منها كيلو وربع. على حسب ما بتحط في كل دمبل بيديك الاجمالي بتاع الوزن اللي انت بتشيله. الشنطه دي 15 كيلو اجمالا، يعني 7.5 يمين و7.5 شمال. طيب الشنطه اللي بعدها هي شنطه ال20 كيلو. شنطه ال20 كيلو هنلاقي فيه اختلاف بسيط في الطارات، ان انا عندي نص وعندي كيلو وربع وعندي 2 كيلو ونص. نفس الكلام برضو، معناها 10 كيلو يمين و10 كيلو شمال. الشنطة ال 30 كيلو هيبقى فيها نفس تقسيمة الطارات بتاعة ال 20 كيلو، بس عدد الطارات ال 2 كيلو ونص أكبر. هيبقى عندنا في كل ناحية 4 طارات 2 كيلو ونص. ونيجي بقى للأهم شنطة وأكبر شنطة اللي بتديك تقريبا جميع أشكال التمارين اللي أنت محتاجها، وهي الشنطة ال 50 كيلو. طبعا هي ما فيهاش طارات 50 كيلو، هي الطارات اللي فيها حوالي 40 كيلو بس لما بنيجي نحسب الأوزان بتاعة الاتنين هاند بار باللوكات بالبار الطويل اللي بيجي معاه وصلة، ومن مميزاته طبعا ان انت تقدر تتحرك بيها براحتك. البار الطويل بيجي مقسوم نصين بالشكل ده، وبيجي معاه الوصلة الصغيرة دي، بمجرد بتحطها ما بين البارين بتحاول بتعملهم بار طويل تقدر تتمرن بيه جميع التمارين بتاعتك. البار الطويل ده ما بيجيش معانا الا في الشنطة ال50 كيلو فقط لا غير. الشنط الصغيرة بيجي معاها البارين الصغيرين فقط، ما بيجيش معاهم البار الطويل. طبعا الشنطة ال50 كيلو بيجي معاها الطارات ال5 كيلو. كده البار ركب وبقى امان جدا، لان هو كله حديد في حديد، ما فيهوش مشاكل، ومعاه اللوكات بتاعته. طبعا الشنطه ال50 كيلو بيجي معاها الطارات ال5 كيلو. الحجم بتاع الطارات ال5 كيلو ما بيجيش في الشنط الصغيره، سواء ال15 او ال20 او ال30 كيلو. وبيجي معاها اللوكات بتاعه البار الطويل واللوكات بتاعه البارين الصغيرين. طبعا انتوا اكيد خدتوا بالكم ان في بعض الشنط بتيجي الجريب بتاعه الدمبل فيها جلد، وبعض الشنط بتيجي الجريب من غير الجريب بتاعه الجلد. دي احنا ما بنقدرش ان احنا نحددها، ده على حسب المستورد بيبقى جاي عامل ازاي. صور النهارده يوم 2 ديسمبر سنة 2025، واحنا عاملين عرض خاص جدا على شنط الاوزان الصغيرة، سواء ال15 او ال20 او ال30 كيلو، على كمية محدودة جدا. هيجي معاها وصلة هدية بتتحط جوه الشنطة وبتقفل الشنطة وتتحرك بيها، بتحول البارين الصغيرين لبار طويل، نفس فكرة الشنطة ال50 كيلو. العرض ده على كمية محدودة جدا بمناسبة عيد ميلاد اسيليت هوم. طبعا هو مش هيبقى بار طويل بالظبط زي الشنطة ال50 كيلو، بس هيقضي الغرض ومش هياخد مننا مساحة كبيرة عند الاستخدام. طبعا انت بتقدر تحط طارات من جوه مع الطارات اللي من بره، يعني بنتكلم تقريبا البار هيبقى معانا حوالي مش هيعدي المتر، انما البار بتاع الشنطة ال50 كيلو هيبقى اطول. طيب نفس سيستم الطارات الفك وتركيب ده معمول عندنا محلي. الطارات لوحدها تقدر انك انت تختار الوزن اللي انت عايزه، ما بين كيلو وربع وكيلو ونص و2 كيلو ونص. الطارة كلها بتبقى نيكل 100%، ما فيهاش اي مشكلة، وبتشتري معاه الهاند بار المستورد برضو زي ما تحب، بتحدد الوزن اللي انت عايزه. عكس الشنط بتاعة الاوزان المستوردة بتبقى ملتزم بالتقسيمة اللي فيها او بالوزن بتاعها. ممكن الشنط الاوزان لو احنا اشترينا المستوردة وحابين في المستقبل ان احنا نزود من الطارات المحلي، فهو نفس السيستم على نفس الهاند بار المستورد هيشتغل في الطارات المحلي. طيب عندنا برضو الطارات الالوان. ايه ميزة الطارة الالوان؟ ميزة الطارة الالوان ان هي طرية شوية الى حد ما، فلو وقعت على حد مش هتسبب ضرر زي الطارة النيكل، وفي نفس الوقت لو وقعت على الارض على سيراميك او حاجة ممكن تتكسر، هتبقى احن من الطارات النيكل. بتنزل عندنا باربع اوزان مختلفة، كيلو، كيلو ونص، و2 كيلو، و2 كيلو ونص. برضو بتشتغل معانا على نفس السيستم بتاع الهاند بار او البارات اللي في شنط الاوزان.
طبعا لو عايز تشتري بار طويل للطارات او تشتريه لشنط الاوزان، متاح من اول 120 سم لحد 180 سم، وكمان متاح البار الزجزاج بيشتغل على نفس السيستم. احنا بيهمنا دايما ان احنا نعمل سيستم لحضرتك بحيث تقدر تطور التمرينه، بدل ما تقعد تشتري طارات مختلفه كتير، انت بتشتري سيستم واحد بيشتغل الهاند بار والبار الطويل والطارات على نفس السيستم. ده بالنسبه للشنط الفك وتركيب. حاجه اخيره بس هقولها عنها، اللي هي اليد البلاستيك اللي زي كده، بيجي معاها الوصله وبيجي اليد البلاستيك، تقدر برضو انك انت تحط فيها نفس السيستم، بس اليد البلاستيك بتكون اضعف شويه من اليد المعدن، فما بتقدرش تستحمل اوزان عاليه زي اليد المعدن. اليد المعدن ممكن اليد الواحده توصل معانا لحد 50 كيلو بوزة. طبعا انتوا شايفين الوحشين اللي هنا دول ومستغربين منهم وعايزين تعرفوا عنهم تفاصيل، هاجي اقول لكم تفاصيل بعد ما اخلص الدنابل الثابته. الدنابل الثابته من اهم مميزاتها ان انت وانت بتتمرن، لو بتتمرن عضلات مختلفه، تقدر انك انت تستخدم الدمبل على طول، مش لسه هتفك وتركب وهكذا، فبتقدر انك انت تختار الوزن اللي انت عايزه. طيب ايه مساوئها؟ مساوئها ان هي بتاخد مساحه كبيره لو هتشتغل في عدد اوزان مختلف، مثلا من 5 كيلو لحد 20 او 30 كيلو، وفي نفس الوقت ان هي هتبقى مكلفه جدا لما هنيجي نكرر الاوزان بتاعتها. بس ميزتها في السهوله، وبتبقى ممتازه جدا في الجيمات وفي الاماكن التجاريه. طيب بتنزل بخامات مختلفه. ايه الخامات المختلفه؟ طبعا الحديد، وده اعلى حاجه، سواء الدائري المستورد او الدائري المحلي او السداسي المستورد، دول اعلى 3 منتجات. يليهم الفينيل. الحديد مبدئيا الاوزان بتاعته بتوصل ل 40 وال 50 كيلو بتاع الجيمات سواء مصري او مستورد. طيب يجي الفينيل الملون اللي زي كده، ده بيكون حديد واخد الوان، بيبدا معانا من اول نص كيلو لحد 5 كيلو. يجي عندنا البلاستيك اللي جواه اسمنت، في منه مصري وفي منه مستورد. المصري من كيلو ل5 والمستورد برضو من كيلو ل5. الدمبل البلاستيك ال3 كيلو دي جواها اسمنت، فحجمها تقريبا مقارب لل5 كيلو او اكبر كمان اللي جواها حديد، فدي من مشاكلها ان هي حجمها كبير، بس كسعر رخيصه جدا. 3 كيلو دي الكيلو بتاعها النهارده في ديسمبر 2025 عامل 35 جنيه، هنا الكيلو عامل 100 جنيه تقريبا اللي هي الحديد. ده كده شرح سريع للدنابل السداسي او الدنابل الثابته والدنابل الفك وتركيب. نيجي بقى لاحدث صيحه من صيحات الدنابل اللي هو بيتقال عليها دمبل متعدد او البوفليكس. يعني البوفليكس ايه الميزه اللي فيه؟ ان هي دمبل واحده بس، انت مش هتفك وتركب طارات وبارات زي ما احنا عملنا في شنط الاوزان. شكله جميل بصراحه، الماتيريال بتاعته حديد، البار بتاعه حديد. الحاجه الوحيده البلاستيك اللي فيه الزنبلك اللي بيحدد معانا الاوزان اللي احنا عايزينها. طبعا عدد الاوزان او تدريجة الاوزان بتبقى مختلفة كمان عن الفك وتركيب والبلاستيك، يعني هو ماشي 5 7 9 11 وهكذا لحد ما هيوصل معاك لحد 40 كيلو. الناحية التانية بتبدأ معانا من 2.5، تبقى ماشية بالكيلو، يعني بتقعد تزود كيلو كيلو وبعدين لحد ما توصل معاك لحد 24 كيلو. طب ايه الفكرة بتاعته؟ انت بتحدد من الناحية اليمين الوزن اللي انت عايزه، ونفس الوزن لازم تحدده من الناحية الشمال. فانا هنا اخترت 5 وهنا 5، هرفع هتطلع معايا فاضية خالص من غير اي طارات، فدي كده وزنها 5 كيلو. طب لو انا حطيتها تاني وعايز 7 كيلو، هتاخد معايا الطارة الصغيرة مثلا، هتطلع معايا اصغر طارة فيهم وهكذا. طبعا ايه المشاكل اللي في البوفليكس؟ ممكن نقدر نقول ان من اهم المشاكل اللي فيه الحجم، ان حجم الدمبل نفسه ضخم شوية بالمقارنة بحجم الدمبل التاني اللي بتحط فيه الطارات او بحجم الدمبل السداسي. بس فكرة الراحة ان انت النهاردة عايز تحدد الوزن اللي انت عايزه بتكة زرار، دي بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من العملاء دي لوحدها بفلوس، وبتوفر عليك وقت كتير ومجهود في التمرين، زائد ان شكله فعلا شكله قيم وقطعة جمالية كده حلوة في المنزل. عندنا بعد ما نخلص بيجي معاه القعدة بتاعته زي ما احنا شايفين، تقدر تحطه على المكتب عندك او تحطه على في الليفينج، مش هيضايقك خالص، على عكس الدنابل بالشكل التقليدي. يعني شوية شكلها بقى تقليدي، ما بقاش ممتع قوي زي الاشكال الجديدة بتاعة البوفليكس. طبعا التشكيلة دي كلها موجودة عندنا في ظهر طيبة مول مدينة نصر بجوار البنك الاهلي. البوفليكس بينزل لحد 24 كيلو او لحد 40 كيلو. في خصومات خاصة دلوقتي معمولة علشان عيد ميلاد اثليت هوم، وتقدر تطلب الاوردر اونلاين. شكرا جزيلا.